السلام عليكم. تعالي النهاردة بقى أقولك على الوصفة اللي هتنقذك لو جالك ضيوف فجأة، أو حتى كنت مكسلة أو تعبانة أو اتأخرت في عمل الفطار ومستعجلة. بالرغم من سهولة وصفتنا إلا إن هي وإنها كمان منجزة في الوقت والمجهود، إلا إنها هتشرفك جدا في أي عزومة، وكل اللي هيدوقها عندك هتعجبه جدا. هنعمل النهاردة الكبسة السعودي بأسهل وأسرع طريقة وبالطريقة الأصلية. معايا يلا نسمي بالله. معايا هنا حلة على النار فيها حبة من الزيت، نزلت بمعلقة كبيرة من السمنة البلدي. معايا بصلتين كبار أو 3 متوسطين. هنزل بقى بالبهارات الصحيحة بتاعتي. معايا ورقة اللوري، 2 من اللومي، عود كده من القرفة، 4 فصوص كده من الحبهان زيهم من القرنفل. وهنا بقى لو حابة أكلتك تبقى سبايسي ممكن تنزلي بقرن فلفل أخضر حامي. شوحت البصل والتوابل لحد ما ظهرت ريحتهم، نزلت باللحمة هشوحها كويس جدا كأني بحمرها لحد ما تاخد لون حلو. هنزل بقى عليها بالبهارات بتاعتي. وهنا مش هستخدم بهارات كتير، أنا معايا ملح وفلفل، وهستخدم نص معلقة صغيرة بس من الكمون والكزبرة والشطة، ومعلقة كبيرة من الكاري، والكاري هنا مهم جدا. وحطيت معلقة من بهارات الكبسة ودي لأن هي كانت عندي. حطيت كمان معلقة صغيرة من القرفة، بما اني حاطة قرفة عيدان بس بحط برضو قرفة بودر بتعزز طعمها جدا. حطيت بقى معلقة كبيرة من الثوم المفروم، شوحت كله كويس جدا. نزلت بمعلقتين كبار من الصلصة، وعليهم طماطمتين او 3 مبشورين، بشراهم، مش ضرباهم في الخلاط، وشوحتهم كويس جدا. سبتهم 10 دقايق الأول مع بعض، الطماطم مع اللحمة، وبعد كده ضفت المية المغلية وسبتها لحد ما استوت تماما. أول ما اللحمة استوت معايا كده، يعني ناقص لها قولي 10 دقايق كده على السوا، بس أنا باحب أسوي اللحمة زيادة فسِبتها لمّا استوِت. وبعد كده ضِفت لها الرز البسمتي. الرز البسمتي عندي كُلّنا عارفين إن إحنا بنعمله كل كوباية من الرز البسمتي عليها كوباية ونُص من المَيّة، لكن هنا أنا ناقعة الرز البسمتي ربع ساعة. طالما نقعتِ الرز يبقى هتحتاجي مَيّة أكبر بعُقلة صباع واحدة بس، وسِبته لحد ما تشرّب مَيّته وباتعامل معاه زي الرز العادي. أول ما يتشرّب المَيّة خلاص باوطّي عليه واهدّيه واسيبه يكمّل سِوَى. وما تحلاش طبعًا الكبسة من غير الدقوس. حطيت 3 طماطم في الكبة عليهم قرن فلفل أخضر وفصين كده من التوم المفروم. حطيت كمان معلقة من الخل وزيت الزيتون ومعلقة من هريسة الشطة وحبة كده من الكزبرة الخضرا. حطيت نُص معلقة صغيرة من الكمون والكزبرة والشطة، وحلاوتها إن هي تبقى حامية. أهم حاجة زي ما قُلت لك إن الدقوس بيتعمل في الكبة مش في الخلاط. هنا بقى معايا حبة من الزيت، حمّرت فيهم حبة من السوداني، و أمّا أخد لون حلو نزلت عليه بحبة من الزبيب تقليبة واحدة وباشيله على طول من الطاسة في طبق خارجي عشان لونه ما يغمقش. هنا بقى ابتديت أغرف الكبسة بتاعتي زي ما أنتِ شايفة كده باضبّطها، وشايفة الرز نازل حبّاية بحبّاية مفرفر جدًا وطعمه تحفة. اللحمة طبعًا دايبة ومتأكدة من سواها، ما خدتش وقت معايا نهائي. آآ هنا بقى زينتها بالسوداني وبالزبيب، وفي الوقت اللي اللحمة فيه كمان بتستوي عملت صينية الكنافة دي كنت منزّلة لِك طريقتها الفيديو اللي قبل دوّة. وعملت بقى العصير والبلح. بجد أسهل وأسرع وجبة فطار ممكن تعمليها ومن غير تعب خالص، والنتيجة بتاعتها بتكون تحفة. هتشرفك في أي عزومة. جربيها بطريقتي هتعجبك بإذن الله. لو عجبتك وصفة النهاردة يا ريت ما تنسيش اللايك والشير ومتابعة للقناة عشان يوصلك منا كل جديد، وتعليق لو بحرف يرفع الفيديو ويوصل لأكبر عدد ويستفيد. وأكيد اشتراكك في القناة هيسعدني. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه ودمتم في حفظ الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله.